والله نفسي ادرب والله بجد. بس انت عارفه هقول لك حاجه، الحياه اللي انا فيها دي اللي هي التحليل والبرامج هي كويسه واخداني شويه يعني. وفي ناس بتخوفني يعني، يقول لي يا ابني انت قاعد كويس في الحته فيها، بلاش تروح حته تانية الله اعلم. فانا بصراحه يعني مشتت ما بين ان انا اروح في وما ناس بتطلع اروحش. عليك اشاعات تقول ان انت خلصت عليا. اه دي خلصت عليا خالص. هيعتزل الاعلام ويروح هتعتزل، التدريب هتوحشنا في البتاع ده. راجع. الناس قالت لي انت يا ابني بطلت مش ليه؟ مسامحاك. وادمن في البيج خد بالك. امال لو والله مش عارف يا شيخ، انا عايز ادرب فعلا والله بجد. لان انا عارفه واحد ساعات بيبص كده يلاقي، انا كان طارق دياب قالها لي مره، قال لي بص انا ما مرنتش، والحاجه اللي بندم عليها في حياتي ان انا ما ضربتش. طارق دياب ده اللي هو بتاع تونس يعني، هو دخل السلك برضو الاداري وبقى وزير وبتاع. قال لي احسن حاجه في حياتك تدرب لعيب الكوره الكويس، لازم يدرب كوره. ومن ساعتها انا يعني انا خدت السي، بس بصراحه ما عنديش وقت ان انا اروح. ان الشغلانه دي دلوقتي لازم تدرسي ولازم تروحي وتشوفي ان كل يوم في حاجه جديده. يعني التدريب في الوقت ده غير زمان اللي هو نفس الشكل وكلهم شبه بعض، الدنيا مختلفه والشكل مختلف وطرق التدريب مختلفه وطرق اللعب مختلفه. هي عايزه وقت. فهو لازم انا اخد قرار ان انا ابعد شويه عن موضوع خصوصا التحليل، ان اخد لي مثلا شهر ولا حاجه اروح اقعد في حته اخد رخصه في حاجه معينه. انا عايز اروح ايطاليا في الموضوع ده، بس انا مش عارف لسه اعملها ازاي امتى بصراحه. وبعدين انا خايف برضه ان انا اعمل كل حاجه وبعدين ما الاقيش نادي برضه يبقى هو بيساعدك برضه. اصل لازم التدريب حد يساعدك شويه وانت تساعد، يعني يبقى في ظروف بتساعد شويه. فانا شهر 6 لما اخلص الدوري الايطالي يعني هيبقى عندنا شهرين اجازه. هشوف والله، هحاول ان اخد السنه الجايه كده اجازه من التحليل ده 6 شهور ولا حاجه، اشوف فيها الموضوع ده، بس لسه مش اكيد يعني.